السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني بجد. يلا بينا النهاردة هنعمله أكلة بسيطة وخفيفة وهتعجبكم بإذن الله. أنا عارفة طبعا إن الفراخ غالية والعيشة غالية، هي أكلة مش بسيطة، بس يلا بينا نعمله حاجة كده في أول يوم رمضان بإذن الله، وبألف هنا وشفا على قلبكم. معانا الفرخة بتاعتنا اهيت مغسولة غسلة كويسة جدا ما شاء الله. هنبدأوا بقى نتبلوها بشوية فلفل أسمر وشوية ملح، ونسيبوها كده شوية على جنب. يلا بينا بقى نروحوا كده ايه على النار. هنحط حلة على النار ونحط فيها مكعبين زبدة، وننزله بالفرخة بتاعتنا تاخد الصدمة ما شاء الله. شايفين ما شاء الله خدت الصدمة ازاي؟ وهنحط عليها لورا وهنحط عليها حبهان، ونبدأ بقى نشوحوا فيها كويس قوي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. وكده الفرخة بتاعتنا تكون اتشوحت معانا اهيت ما شاء الله. هنبدأ ننزله بالمية السخنة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. تمام. ومعانا بقى طماطم متقطعة وبصل متقطع، هنبدأ ننزله عليها بالشوربة بتاعتنا، وهنحط عليها شوية بابريكا. البابريكا هتصفر الشوربة بس معانا شوية ما شاء الله. وكده نكونوا خلصنا الفراخ بتاعتنا اهيت على النار. نسيبوها بقى ونغطوها لحد ما تستوي معانا. يلا بينا نشوفوا هنعمله ايه تاني. معانا حلة اهيت على النار، هنحط فيها شوية زيت، وهننزلوا عليها ببصلاية متقطعة تقطيع صغير، وهننزلوا عليها بمكعب دهنة. عشان انا والله ما عندي لحمة، فانا قلت ايه احط حتة دهنة بس تطعم البامية معايا. وهنشوحوا البصل مع الدهنة كده كويس قوي، وكده يكونوا يتشوحوا مع بعض. وهننزلوا بالبامية تاخد الصدمة معاهم، وهنحط عليها مرقة ماجي ونقلبوها تقليبة كويسة قوي قوي قوي. وبعد كده عصير الطماطم اللي احنا عاملينه هننزلوا عليها بيه ونتبلوها. معانا معانا التوابل بتاعتنا بابريكا وكزبرة ناشفة وفلفل أسمر وشوية كمون. وكده هنبدأ نغطي البامية بتاعتنا ما شاء الله لحد ما تستوي معانا. تمام. وكده نكونوا كمان خلصنا البامية بتاعتنا ما شاء الله. يلا بينا نعمله أحلى شوية رز. هنحط الحلة على النار بتاعتنا اهي، هنحط شوية زيت ومكعب زبدة. هتقولي لي يا نوفا حطيتي زيت؟ هقول لكم عشان خاطر الزيت بيخلي الرز مفلفل. وهنبداوا ننزله بشويه شعريه نحمروها في الزيت والزبده. وبعد كده هننزل الرز عليها على الشعريه عشان ياخد الصدمه مع بعض، وهما الاتنين كده يتقلبوا مع بعض وياخدوا الصدمه مع بعض. وهنحط عليهم ورق لورا وحبيتين ورق لورا، وهنديهم تقليبه كويسه. وبعد كده هننزلوا بمعيار الميه بتاعتنا المعيار المناسب للرز، وهنحط عليها الملح بتاعها ونتبلوها. وبعد كده نوطي عليه النار. تمام. طبعا النهارده احنا عاملين باميه، فالباميه دي عايزه حاجه حادقه جنبيها. فما شاء الله انا عندي شويه بتنجان هسلقهم اهم. يلا بينا نعملوا التتبيله بتاعه البتنجان. معانا هرسه الشطه، هنحط عليها كزبره ناشفه، وهنحط عليها كمون، وهنحط عليها معلقتين خل وشويه زيت وحبة صويا صوص. لو عندك ماشي، ما عندكيش خلاص. وكده بقى هنبدأ نفتح البتنجان بتاعنا ونحشوه اهوت ما شاء الله. وكده ابتدينا نحشي البتنجان بتاعنا اهوت بألف هنا وشفا. وهنحط عليه بقى ايه عصرة ليمون كده عسل اهو. وكده عملنا احلى طبق بتنجان يستاهل بقكم. تمام. ومعانا بقى حته من هرسه الشطه كده هنحطوها على ايه على الباميه زي ما انتم شايفين ما شاء الله. لازم التكه ديت عشان بتدي طعم تاني خالص. وشايفين الرز بتاعنا مفرفر ازاي ما شاء الله، مش معجن. بألف هنا وشفا على قلبكم. وكده يكون الاكل بتاعنا خلص. وكده نكونوا بنغرفه اهوت كده طبق الباميه بتاعنا. وادي الرز اهوت ما شاء الله. وكمان الفراخ بتاعتنا طلعت من الفرن. انا قلت لكم ان احنا حاطين على الفراخ حته سمنه وشويه فلفل وشويه ملح، وحطيناها في فرن البوتاجاز عشان تتحمر معانا كده ما شاء الله. بألف هنا وشفا على قلبكم. دي اكله يا رب تكون عجبتكم وتكون بسيطه ولذيذه باذن الله. ويا رب لو اكلاتي بتعجبكم ووصفاتي بتعجبكم، يا ريت بقى تفعلوا الجرس وتعملوا لي لايك وتدعوا لي بالله عليكم بالتوفيق. وكل عام وانتم بخير.